السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين وحشتوني. النهاردة هنعمل دوناتس. معانا صفار بيضة، ومعانا كيس فانيليا، ومعانا كيس خميرة فورية، ومعانا نص كوباية لبن وكوبايتين دقيق، ومعانا معلقتين سكر. يبقى معلقتين سكر مع كوبايتين دقيق، نص كوباية لبن، كيس فانيليا، كيس بيكنج كيس خميرة فورية، صفار بيضة. شوفوا مقادير سهلة جدا جدا جدا، وهنعمل بيها احلى دوناتس. حط بقى الدقيق، يعني كل المقادير على بعضيها. يعني بص، ابسط من كده مش هتلاقوا. طريقة سهلة جدا جدا جدا، اسهل طريقة للدوناتس. حطينا الدقيق اهو كوبايتين، هنحط عليهم معلقة سكر. دي معلقة صغيرة، ايوه كده معلقة يعني كده يعتبر معلقة ونص من معلقة من اللي احنا بناكل بيها. 3 معالق صغيرين بتوع شاي يعني. ودي كيس فانيليا، وهنحط خميرة فورية برضو، معلقة خميرة فورية، لان الكمية مش كتيرة يعني، ده احنا بنعمل كوبايتين بس. نحط معلقة خميرة فورية. دي طبعا معلقة صغيرة، فاحنا حطيت 2 عشان هي تبقى معلقة كبيرة بتاعة الاكل. وهنحط صفار البيضة، ودي ذرة ملح. طبعا الملح سنة لازم نحطه، عشان الملح كمان بيظهر الطعم. وهنحط نص كوباية لبن بس بالتدريج، يعني مش هنحطهم كلهم مرة واحدة. ماشي. هنقلب بقى، نحط صفار البيضة وهنقلب. هندخل كل المكونات في بعض، وبعد كده نكملهم بقى عجن ببقية كوباية اللبن. اسهل واسرع دوناتس واحلى دوناتس هتاكلوه. اللي اول مره يشوفني، لو عجبوا الفيديو اشتركوا وحطوا لايك، وفعل الجرس على الكل. وحبايبي حطوا لايكات عشان الفيديو يترفع. هنحط كده، هنفضل نحط في كوبايه نكمل بنص كوبايه لبن. احنا قلنا نص كوبايه لبن اللي احنا بنعمل بيها، مش عشان هي هم كوبايتين بس دقيق. ولو احتاجنا حاجه نحطها تاني على الدقيق، على حسب نوع الدقيق بقى. لو احتاجنا نحط سوائل تاني هنحط. كده خلاص، احنا هنشيل بقى السباتشولا وهنعمل بايدينا. نعجنهم بقى مش هياخدوا معاكي 3 دقايق بالظبط. حطوا لايكات يا حبايبي. ما بنحطش السوائل كلها مرة واحدة، عشان الدقيق مش كله زي بعضه. في دقيق بيشرب سوائل، وفي دقيق ما بيحتاجش سوائل كتير. دول بقى معلقتين او 3 معالق سمنة. ماشي. معلقتين سمنة، عشان طبعا الكمية صغيرة، يعني كوبايتين دقيق بس. هنعجنهم برضو مع الدقيق، مع العجينة دي. وهنسيبهم بقى نريحهم يعني شوية. شوف اسهل من كده. هو كده الدوناتس خلص. هنقصه بس ان احنا نشكله وندخله ونقليه. ايه رأيكم؟ المقادير بتاعته بسيطة، وطريقته بسيطة جدا جدا. اعملوا فرحوا لك. احنا بنشتريه غالي، بنشتري القطعة الواحدة ب30 جنيه و35 جنيه من اي محل حلواني. فليه؟ ما احنا بكوبايتين دقيق نعملهم، مش مكلفنا حاجة. زي ما انتوا شايفين، صفار بيضة، كوبايتين دقيق، نص كوباية لبن، معلقتين سمنة. يعني بصوا، حاجات بسيطة جدا، وهتفرحوا لك وهتفرحوا البيت كله. حطوا لايكات. ماما بتقول لكم حطوا لايكات. هنسيبها بقى تريح شوية، وبعدين نقطعها مش هنسيبها يعني تخمر خالص، تريح بس. بعد كده هنشكلها، ونسيبها تخمر بقى وهي متشكلة قبل ما نقليها. وانتوا بقى براحتكم، عايزين تعملوها كبيرة، عايزين تعملوها مقاس صغير، زي ما انتوا عايزين. يعني المقاسات دي على يعني كل واحد وذوقه. يعني عايزة تعملي كبير صغير. حطينا بس رشينا كده في الصينية دقيق خفيف كده. وهو شوفوا زي حجمها قد حجم البيضة، عشان دي لسه مخمرتش، لسه هتخمر.
حجمها قد حجم البيض. ورشنا على الصينيه دقيق اهو، وهنحطهم بقى نرصهم، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. سهله جدا يا بنات، جربوها والله العظيم، جميل جميل جميل. وبصوا تعصوا صباحكم دقيق كده، وتروحوا حاطينه في وسط العجينه، بنفتحها يعني بدل ما يعني اللي ما عندوش قطاعه يعمل زي ما انا اهو شايفين، تعملوا نفس الطريقه دي. اللي عنده قطاعه بقى يفرغها كده من النص. يعني في طريقتين، ادي طريقه، والطريقه التانية هوريكم ازاي. طبعا احنا عارفين ان الدوناتس بيبقى مفتوح من النص. هنا بتاعت كيس الحلواني هي بتاعت يعني نعصها في الدقيق كده، ونروح ايه خرمينها كده من النص اهي، ونسيبها تخمر. هنعملهم بقى كلهم بنفس الطريقه دي، نبططها كده بايدينا، وبعد كده نروح عاملينها بالتشكيل بتاع اللي هي بتاعت كيس الحلواني، ونسيبها تخمر. وبعد كده ربنا لما تخمر هنقليها في الزيت. يعني شايفين شلنا حته العجينه اللي في النص. يا تعملوها بصباعك لو ما عندكيش حاجه تشيلي بيها، يا اما بغطاء ازازه صغير، يا اما بصباعك زي ما عملنا في اول الفيديو، يا اما لو عندك اللي هو القمع بتاع الكريم شانتيه ده تقطعي بيه. اي حاجه يعني تفرغي بيها من النص. عايزه تعمليها بصباعك، تخرميها بصباعك كده وتعمليها، تعمليها يعني يعني مش قانون يعني. اي حاجه اي حاجه، المهم ان هي تبقى مفرغه من النص. بسيط بسيط بسيط، وولادكم هيحبوه، ومش مكلف ولا اي حاجه خالص. عندك حبه كاكاو على حبه سكر على حبه لبن، تضربيهم مع بعض، هتعملي صوص الشوكليت، او لبن او سكر بودره ترشها على وشها بعد ما تقليها يعني. سهل جدا جدا جدا، ومش بياخد معاكي وقت. يلا حطوا لايكات يا حبايبي، وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وربنا ينصر اخواننا في غزة يا رب، ويفك كرب اخواننا في السودان. ربنا يا رب يحمي كل الدول العربية يا رب. وربنا يوعدنا بزيارة الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل سنة وانتم طيبين، رجب خلاص على الأبواب، كل سنة وكلكم طيبين. حطينا بقى هنا الزيت على البوتاجاز، بس مش يعني دوبك سخن حاجة بسيطة. وحطينا بقى في الدوناتس، ما تغلوش الزيت، علشان اول ما تحطوا، لو غليتوا الزيت سخنتوا الزيت قوي، اول ما تحطوا الدوناتس هيروح مستوي من بره ويبقى عجينه من جوه. لكن هو شوف زي بلح الشام بالظبط، بنحطه والزيت والزيت بارد. عبال بقى ما يسخن، هيكون القلب استوى، وهيكون من بره ومن جوه استوى. دي بوريكم، دي اخر واحده، دي اللي هي البقايا اللي احنا قطعناهم واحنا بنخرم العجين. عملتهم واحده صغيره اهي، وبوريها لكم يعني. شوفوا بقى نفخ ازاي لما اتحط بقى في الزيت، ده معناه ان هو ايه، مستوي من جوه ومن بره. معناه ان هو مستوي من جوه ومن بره. لكن لو حطيتوه الزيت بيغلي او الزيت سخن قوي، هيستوي من بره يحمر، وهتلاقوه من جوه زي العجين، ومش هينفخ كده. شايفين بقى الواحده بقت قد ايه؟ تسلم ايدك يا ماما زوزو. اكتبوا بقى في التعليقات كده، اما اشوف التعليقات بقى هتبقى هتفرحوني بالتعليقات ولا لا. واللي عايز، لو اي حد محتاج يعرف اي حاجه، او عايز وصفه، او عندكم اي اسئله، قولوا لي وانا اجاوب لكم على اسئلتكم. قولوا لي بقى رايكم. اسهل من كده فيه دوناتس. بنشتري الواحده ب35 جنيه، الواحده القطعه الواحده ب35 جنيه من عند من محلات الحلواني. طب هي هنا ما كلفتناش كل الشغلانه دي كلها على قلب بعضيها، ما كلفتناش 10 جنيه. يبقى ايه رايكم نعمل حاجتنا في بيتنا وانضف؟ ادي الشوكولاته اللي انا بقول لكم، صوص الشوكولاته، معلقتين كاكاو على معلقتين لبن على معلقتين سكر بودره، بقى صوص شوكولاته اهو. ادي احنا قليناه وحطيناه في صوص الشوكولاته، وهنحط سكر اهو، حبه اللي عايز سكر بودره تجرنشي بسكر بودره جرنشي، عايز صوص شوكولاته كده يعني. واللي وصل معايا لحد هنا وعجبه الفيديو وما اشتركش في القناه، يشترك ويفعل زر الجرس. وحبايبي لو عجبكم الفيديو حطوا لايكات، حطوا لايكات وقولوا لي ايه رايكم.
في الدوناتس بتاع ماما زوزو. ايه رايكم؟ والله العظيم كان طعمه روعه، كان طعمه روعه. شوفوا بقى من جوه، وهش بقى وخطير. شايفين القلب بتاعه عامل ازاي؟ مش مكتوم مثلا او مفرغ او كده. جميل جميل جميل. شايفين اهو. يلا حطوا لايكات يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي.